السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره ثانيه في يوميه الزهره للطبخ المغربي وكذلك ضروري وكذلك. المهم بصراحه توحشتكم بزاف بزاف بزاف، يعني تقريبا شي عامين ونص، راه ماشي شي حاجه سهله وتوحشتكم اكثر من 3 سنين 3 ايام قريب 3 سنين من ولا الوفاه، قريب ديك 3 سنين الساعات من الوفاه ديال الاخ ديالي. والمهم يعني بلا من يعني ياسر من المسائل وياسر من فهمتوا، ياسر قلت لكم من المسائل وياسر من الاخبار اللي نشدها معكم ان شاء الله اليوم. المهم كنت قبيله في الدار رقده جبت الصغافيه مورا الغدا، قلت حاني كاع اصلا كنت البارح انا كنت فاتحه اللايف، كنت داخله معاها قلت لها غدا غادي نجيك، يعني قلت لها غدا غادي نجيك وعيت تينا في الدار وجات دراك عند حنان جبرتها ومش داريها الكويز ديال العصير اللي هو بارد الحلوه فين خليتها لهي والحلوه خليتها لهيه. هاد العصير يعني غنشد بيه السون ان شاء الله معكم. المهم نتكلم معكم شوي ونبرد مولي على قلايبي. الزهره ما تبدل فيهاش ضروري بصراحه توحشنا بعضياتنا، حنا ماشي ما كنتجابروا ولكن ديك باش تهزي باش الكاميرا تصور. ما كنصورش ما بقيتش كنزرق. علاش ما كانتش يعني بحال تقول عني شي حاجه مديوره لي ولا ما نعرف، ما تقدر نحط شي فيديوهات ولا ياك سمعتوا. المهم والشطنا حتى الشطنا مع الخدمه. المهم ما تنسونيش وما هم ياك ناسيين بعد ياك حنان. ما نساوك عرفتي راه دابا فاش دخلت فتحت هذا الفيديو ديك النهار ودرك مولي ما تنسونيش في لايكات وكثروا التعاليق باش ترجع لي القناه كما كانت في الاول، باش نجمعوا الخراجات ونرجعوا ان شاء الله كما كنا، علاش لا. المهم الطافلات اللي يعني داخل المغرب وخارج المغرب والناس اللي كيتبعونا كاملين، وكنقول ديديكاس الناس يعني المتبعين ديالي كامل، لا ديالي انا ولا ديال حنان النقاش. المهم اللي كيبغيني انا كيبغي حنان النقاش، يعني حنا يعني متساويين ياك فهمتوا. المهم كندير ديديكاس اول وحده بعدا هي الاولى العليا، الناس ديال بوجدور عاد هي في قليمين دابا ملي تعرست واش تي لا سميتها شكون فاميلي بشرى بشرى فاميلي بشرى. وكنقول ديديكاس لحمزه حتى هو الاخ ديال اللي كان المنجر ديالي ديك الساعه. حمزه كلشي على المنجر حمزه وي ياك فهمتوا. والمهم وكنقول ديديكاس البكده الزهراء ومريم والمسيعي، وكنقول النبيله حتى هي ديكاسيو النبيله. بغيت نقول اللقب ديالها ولكن خليتها ياك نائبه. وديكاس لصحيبتي هي حدايا بلا ما نقول ديكاس غندرع لها ونحبها كلشي. المهم انا باش نقول علاش درت لكم هذا الفيديو هذا طرحته وجيت عند صاحبتي باش نجمع مزيان ونتكلم على خاطري. نسيتي مريم يعني الصالون ومريم هذيك الصالون اريجيه الاولى حتى هي راني مشيتها البارح وما جبرتهاش في الصالون. ومنى منى عاوتاني الناس ديال ما تسكسكسيهم بلا ما تقولي الناس ديال المهم الناس ديال العاصمه الناس ديال العاصمه كعرفتيها. فعلا كنشكرها من هذا المنبر هذا منى، وكنقولها انا يا منايا ياك فهمتوا. الصراحه وقفت معايا واحد الوقفه اللي هي الوقفه ديال العلايات ما هي ديال الرجاله ما تفطني فاش هي كاينه فهمني. المهم ما غاديش نقول لكم اش من دومين، فعلا وقفت معايا واحد الوقفه هي اللي مشاتني على كرعيه فهمتني ياسر من المسائل ودارت عقلك في راسك ودارت لي عقلي يعني في راسي شنو غندير باش ما نديرش عاوتاني شي تصرف اللي غنغلط فيه على طول حياتي. كما تصدمت واحد الصدمه يعني اللي هي قويه بزاف ومرضت فيها نفسانيا ديك الساعه. مرضت مرضى الشينه مشيت لاكادير عند الطبيب. انا مابغيتش نحرجكم معايا ولا نتبعوا المشاكل وداكشي. كنت غنصوركم كنت في اكادير في الطبيب عند الطبيب في اكادير ودابا الحمد لله. المهم فهمتني عقلتني قالت لي الزهره ردي عقلك، يعني انت غديري كلشي ماشي، يعني الصحه هي كلشي. اما الفلوس راه كتمشي وكترجع ولكن صحه بنادم هي الاولى ياك فهمتوا.
المهم وعده وقفت معايا، الله يعمل مولانا داكشي اللي بغات في خلاقها الله يعطيه لها ان شاء الله. امين يا ربي يفرحنا بها يا ربي. امين يا ربي. والمهم ما غاديش كما كنقول دائما المهم ما تدوش عليا، راه باقا دابا فاتحه الفيديو وهكاك وبحال يعني شي وحده جديده معكم، راه كنت غنخليها تصور وحدها ما قديت. ولكن ملي دارت الفيديو شفت اغلاط قلت لها حبسي تنكون حداك. والله قلت لها حبسي تنكون حداك لانها تقدر حاجه اللي غادي ندم عليها من بعد. شحال من لقطه كنديرو كنرجع. قالت لي حنان بلاتي قالت لي حنان عاودت مسحت الفيديوهات ورجعت عاوتاني من جديد. واش تاني نقول لكم؟ المهم الحمد لله كل شيء، والله قسما لا مرضت فيها مرض عليها صراحه. يعني وليت يعني بعض الناس اللي غادي يشوفوا دابا هذا الفيديو وفعلا غادي يكتبوا بان راه داك الشيء راه شفتو وشافوا حتى هما. واحد يعني صديقه حتى هي جارتنا اللي يعني حتى مسكينه وقفت معايا شافتني مريضه وتمت شي ياسر من المسائل تعدل. ملي قالت لي الزهره ركزي مع راسك، الزهره شنو كاين، والله القسم الا كنت كنمشي نقيس المحطه دوك الهبال كنت كنقعد حداهم حق لا اله الا الله. ولكن بفضل الله والناس عاوتاني اللي يعني اللي كيبغونا وداك الشيء وقفوا معنا حتى رجعنا المهم عقليتنا الحمد لله يا رب رانا حامدينك. وكنقول لكم اش نقول لكم، بنادم ما يدير في راسو حتى شي حاجه، يعني اهم حاجه هو بنادم يديها في راسو وفي صحته. والله الا يعني كل شيء فايت. شوفي الصحه هي اللي ما كتشرى والله. اما كل شيء في السوق كل شيء. انا تصدمت صدمه قويه نقولها لكم وطعنت يعني في ظهري. يعني هذا الفيديو اللي كنت غنهضر معكم شحال مره كنقول لكم غنقول لكم يعني انا تقريبا دوزت تقريبا 20 عام مع مولا خيمتي، يعني غير مشاكل وصداع وهذه من هون هذه من هون وساكته على قبل ولادي. ما كنبغيش نتكلم، ما كنبغي يعني ما كنبغيش نتكلم على حساب التركه باش يعني ولادي باش ما باش نقول لكم باش ما يبقى فيهم حتى شي حاجه وصابره وساكته. كنقول اهم حاجه هما ولادي. ولكن صبرت لين عييت صافي ما يعني وفاء صبرت قضاء. علاش زيتو وطرحته بلا الثاني وخليته. يعني كنقول بنادم كيما تلاقاو خوت نتفرقوا خوت صافي. يعني سمعت في حقي شحال من مسله داري كنت شاريتها يعني خليت لي النص عطيته قلت لي سير الله يعاونك الله يسخر لك. يعني كل واحد يبقى في بلده. هذا الشيء اللي كاين. المهم نرجع ان شاء الله حياتنا الجديده ان شاء الله وغادي يرجعها حنان حدايا ان شاء الله. الطافيلات مولي غادي نتجابروا غتجي يعني كيف ما كنا في الاول ان شاء الله غادي نرجعوا دراك مولي ان شاء الله بحول الله. وما تنسونيش وكنقول لكم ديديكاس كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. الفيديو الجاي غادي تقول لكم ان شاء الله شنو السبب. غادي نقول لكم السبب غادي تقول لكم شنو كاين هذا الشيء. يعني نعاود لكم لانها الصراحه انا لو كنت ما حضرت لذاك الشيء ما غنتكلم. انا ديك الساعه كنت مخسره عاقله ومريضه ومشيت عندها لقيتها في واحد الحاله. هذا الشيء سبق ما يوقع لهاد المشاكل بالشيء. هذا الشيء في 2000 سبق من وراء لا شحال فيك كنا في صويره جينا من صويره من وراء فيديوهات صويره. ديك الساعه انايا جيت وكنت حامله وداك الشيء وعقبت فين توقف لي النوم وداك الشيء. انا مريضه ومشيت عندها هذيك الليله شاده الطريق عند اهلي باش الا طاح لي ديك الساعه الجايه خصني نطيحوا بالدواء. خاصني ياك جيت ديك الساعه هزه شوب جات عندي للدار وجبرتني تافيه ووقع لي مشاكل ومازال غنعد لكم ياسر من الاخبار شنو وقع لي وشنو هو. وجات عندي حنان وقالت لي لا وانت شنو والله الا جات رافده دواء. قالت لي صبر على ولادك وانت وجاهم هو مولي للدار جا عند محمد الخدمه قالوا له غير شوف واش اللي تعدل معايا. المهم بلا ما نطولوا عليكم وياسر من الامور يعني ياسر من المسائل. ورجعت قانونيا قال لها محمد انها تراجع عن قرارها ودشي. ملي رجعت قسما لا جات الوالده عند داك قالت له ها العار قالت له جات عند محمد قالت له قالت له ها العار طلب الزهره قول له غير صافي تمحي داكشي اللي دفعت يعني داكشي المهم داكشي اللي غنتابع به وداك الشيء بلا ما نقول لكم شنو قلتلكم هذا هو. انا مشيت عنده ودارت بوجهنا ديك الساعه والله الا دارت بوجهنا الصراحه. ما مشيت انا سافرت هذيك الليله عندي الطريق ومولا خمسه عطاو غير 48 ساعه باش نمشي يوصلني حتى لبوجدور. راكم عارفين بوجدور شحال من كيلومتر بينها مع طنطا. ودارت بوجهنا ورجعت لدارها وكلشي ولكن حرمت العيشه بينكم. يعني راه 20 عام راه ماشي حاجه قليله. وديما كنتو كتسولوني على الزهره كنقول لكم انا ماشي من حقي نتكلم ماشي من حقي حتى ترجع هي وراه غادي تقول لكم اش كاين. ولحد الساعه راه باقي ما قالت لكم الاسباب باقي ما قالت لكم مزال نعاد لكم ياسر شنو هي غادي تقول لكم. عندي الدلائل وعندي ياسر من المسائل ياك سمعتوا. المهم كاين بعض الناس كتبوا في التعليق يقولوا لي
واش حنان نقاش واش تخاصمتي معاها؟ انا حنان نقاش مريم ما تخاصم معاها، وزيدنا ما كنتخاصم مع حتى شي واحد، الا كنا غابرين كل واحد في خدمته. ما عرفتش فين درتو، غير تكلمي محمد دير فيديو ياك سمعتو فين هو ياك سمعتو ياك ما لا كنصوني عليك لا سيلونس راه حداك حدايا هنايا ما كاينش البحر جامع هنا لقيتو دايرو في الماري مع الباسو لا حطيت الباس ديال الخدمه يلا الله يعاونك السياره 12 صافي هاشا لا ما غير هذا غير حساس. المهم كيقول لي حنان واش مخاصمه معاها كيكتبوا لي. شوفوا صحباتي نقول لكم صحباتي اللي كنتو كتشوفوا معايا دائما في القناه، نبيله، الزهره بوكده، مريم مسيعي، زهره الطيابه، راه باقي صحباتي وغير وحده، راه باقي صحباتي وحباباتي. نتوما شفتوني دابا مع جميله وحليمه، حتى دوك صحباتي وحباباتي وخيرت بهم والصراحه بحال خواتي حتى همايا، وكنباتوا في بلايده وكلشي. هادو كامل صحباتي. شتي انا حنان اللي زوين معايا راه زوينه معاه وكنكون اكثر من زوينه معاه، واللي كياديني راه اكيد كيلقاني قدامه. يعني راه علاش انا ما نتخاصم مع الزهره بكدا، علاش ما نتخاصم مع مريم راه اول وحده غادي نعرفها في طنطان هي مريم مسيحي. عرفتها في 2015 من 2015 وهي صاحبتي اول وحده نعرفها في طنطا. هادو ما اداوني ما اديتهم المحبه على مولانا. الصحبه ملي كتكون على مولانا ما طامعين فيا ما طامعه فيهم والله. وهذيك راه كتكون كدوم الصحبه. شتي داك اللي كتكون على طمع، شتي الصحبات اللي كنتو شفتونا معاهم ودشي هادوك راه كلها باغي يطلع قناته، وكنا كنتفقوا على اساس نديروا فيديوهات وكلها ينشر في قناته صافي. يعني كانت الصحبه على مصلحه، كلها يطلع قناته فقط. اما الصحبه اللي هي صحبه راه بقات الحمد لله دابا دائما لحد الساعه الحمد لله. راه صحباتي صحباتي دارو طارح لك مسائل، نقدر انا نخلي الزهره في داري ونمشي نخرج ولا خيمتي نخليها والله الا كشف فيهم غير الخير. درك تقريبا شحال من عام حنا نضرك حنايا؟ راه من 2000 من عده الزهره ملي خرجت العده من الاحتفال 2018 2019 يمكن 2019 راه غير دابا ما فماش 2019 5 ايام درك لسه. انتو نبيله عرفتكم في بلاصه تقريبا انتو نبيله في بلاصه 2019 عرفتكم 19 و20 21 المهم قلت كان لكم عندي ياسر من المسائل، عندي الدلائل، عندي التصاور، عندي فيديوهات، عندي شحال من مساله. حتى من بلا ما نسمي لكم وكيل الملك كيقول لي واش انت متاكده من هذا الشيء اللي غادي؟ قلت له انا صافي انا يعني 20 لا هما كيعطوك فرصه. هما هذا الشيء ديال هما يا السلطه كتبقى تعطيكم فرصه انكم على حساب الاولاد على حساب التركه واش غادي تصالحوا على حسابهم، ياك ماشي غير الشيطان وشي. يعني كيعطوكم حلول اصلا. فين ما كيبقاو الحلول يعني راه ابغضوا الحلال عند الله والطلاق. يعني غادي تطلقي يعني هو راه ماشي شي حاجه زوينه ولكن راه حلال انك تطلقي هذاك الانسان اللي وياه حرمت بيناتكم العيشه. راه ماشي نهايه العالم، راه هو خيرت به حتى هو داك الانسان الله يعمرها دار. الله اعلم حنا ما عرفنا. انا بعدك انا كشخص انا نعطي فيه شهاده ما ريت فيه غير الخير. يقدر هو وعياله ما متفاهمين وما كتعرفي بين الراجل والمراه انا ما نعرفش. انا الاسباب الحقيقيه نقدر ما نكونش عارفتهم. انا يمكن عارفه غير الشيء على برا. انا درك اللي تكلمت اما هذاك الشخص انا اللي كان شاد الزهره ما ريتش فيه الصراحه غير الخير وكلامه زوين وكل شيء، ولكن يقد هو وياها. يعني الراجل والمراه دابا انا ومحمد ما عارفاش بيناتنا وانا ما اللي ما غاديش ندخل واخا صاحبتي وحبيبتي وكل شيء راه ما كندخلوش. شي صحاباتي هادو كامل انا عمرني مشيت نقول مثلا مريم ولا نبيله راه محمد دار ليا ولا جات هي قالت لي راه فلان دار ليا ولا يعني ابدا. عند محل هادو حتى وقع مشكل كبير بغاو الصلح. يعني حنا صحابات هذا الشيء جا عند راجل شي يعني عاد في شي حاجه اللي على برا. اما داك الشيء اللي داخل لحد الساعه انا ما سولتهاش عليه وما بغيتش نعرفه وماشي من حقي نعرفه. يعني هذا الشيء اللي كاين. الله يلا المهم نخلوكم حتى الفيديو الجاي وغادي تقولي لهم الاسباب. نعت لهم كل شيء ان شاء الله. نعت لهم كل شيء يعني كل شيء. عندك تمشي تحطي اي حاجه لا حتى تكوني حدايا هذه راه مساليه. تمشي تحط لكم داكشي يقدر يكون داكشي في راسك راه ضدك. راه ماشي اي حاجه تحطيها يكون تشهير يكون لا. يعني اللي غيتحط ومن الاحسن ما تحطيش. من الاحسن تعاودي لهم انت شنو هما الاسباب وشنو هما الاغلاط اللي درتي انت ما تطيح فيهم وحده ثانيه. لانك درتي اغلاط فعلا. دارت اغلاط اللي ما خصهاش ديرهم المراه. لان الثقه ما هي كاينه صفه نهائيه. الثقه ما هي كاينه. انا شخصيا ما نثقش
بصفه نهائيه. المهم عارفينك عارفين يا مسائل اللهم تقولي بفمك وتعاودي تعطيهم نصائح على دوك الاغلاط اللي درتي نتيا، عن انك تمشي تحطي ليهم، ما تحطي حتى شي حاجه، داكشي كيبقى خاص ديالك، ما تحطي حتى شي حاجه، تكلمي لهم قول لهم ها هو الغلط اللي درت واللي درت، نتمنى ما ديرهمش. ملي كتكون المراه مستقله ماديا ودشي الاغلاط اللي كدير شنو هما المسائل اللي خاصك تفاديهم في هذا الشيء اللي ديالك نتيا. ما خصكش مثلا الراجل ديري له ولا تفعلي ولا تبقي. ولكن المشكل دابا راه داك الضغط كيخليك اي حاجه ديريها حنان، اي حاجه كتبغي تمرقي كلشي اللي عندك. يعني انت كنتي واحد الوقت راه حتى عرفتيني حنا شويه عطيتي اهتمام راسك، كنتي مضغوطه حالتي يعني حاله يعني ديما كتشمي فيها ريحه المرقه مثلا شي انا داري العطريه ومسائل وكتقول لي انا لا واش شاد الحاله، كنقولها لك مره شاد الحاله شاد سيري عطي الوقت لراسك، عطي وقت لراجلك ولولادك. يعني اغلاط راه حتى اغلاط دارتهم الزهره تجاه راجلها، حتى هي دارت اغلاط، فهمتوا؟ يعني حتى المراه خاصها كيكون اهتمام، كيكون شحال من حاجه، هي كتنسى راسها، هي بقات تضغط الخدمه يوميا مع الفلوس ما دارت فيهم والو، ما دارت، فهمتوا؟ يعني صافي. المهم حتى من بعد راه صوروا عليكم، راه كنتكلم معكم ان شاء الله نكونوا مارقين ولا شي حاجه في الطوموبيل وراه لكم فيديو ان شاء الله تشرح لكم. خاصني نكون معاك لانك يلا صافي راه خصك تمشي ديري شي غلط والله نلحق. يلا باي باي عليكم، ما تنسونيش باش ترجع لي القناه من جديد. يلا مرحبا وسهلا وتهلاو في راسكم وسمحوا ما هم ناسينك ياك بعد ما هم ناسينك. يلا باي باي. باي.